السلام عليكم حبيباتي، كي راكم ملاح. اليوم جيتكم فيديو جديد. هي عباره عن كاطو تاع الدمعه، كاطو بريستيج، يجي بنين، يجي بحشو لذيذ جدا. هذيك الكريمه تاعها تخليه يذوب في الفم. نتمنى حبيباتي تجربوها. اذا جربتوها ما تنسوش الاشتراك في القناه، ونرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا عندي. نبداو على بركه الله. نحتاج في هذه الوصفه 125 غرام زبده، نص كاس سكر كلاصي، شويه لافاني باش نقلعوا الجو هذاك تاع الدهان، ونخلطوه بالباتور. لازم هذه العجينه نخلطوها بالباتور باش تعطينا ديك الهشاوه تاع الكاطو. هنا حبيباتي ندربوا مليح حتى نتحصلوا على خليط كريمي. هنا بعد ما خلطنا تحصلنا على خليط كريمي، نضيفوا حبه تاع بيض، نجيبوا هنايا شوكولا غبره تاع الحليب، نديروا ملعقتين كبار من شوكولا غبره، ونجيبوا كاكاو غبره، نديروا 3 ملاعق كبار. نفضل انا هذا البني يجي بنين بزاف خير من الكحل. نخلطوا هنا ثاني بالباتور كامل المكونات. هنا حبيباتي بعد ما خلطنا نجيبوا مايزينا، نديروا 3 ملاعق كبار تاع مايزينا. هنا حبيباتي نديروا 2 ملاعق كبار تاع عسل، وهنا حبيباتي لكن نخلطوا بالباتور. كل ما نضيفوا مكونات نخلطوا بالباتور باش نتحصلوا على ديك الهشاوه تاع الكاطو، يجي خفيف ويجي كي الكاليطا. نضيفوا هنا لي زاغوم تاع الشوكولا، هنا حبيباتي في الاخير نضيفوا الفرينه تاعنا مغربله. لازم نغربلو الفرينه تاعنا. انا هنا الفرينه دارت لي 2 كيلات وربع تاع فرينه. نحاولوا نخلطوا تنتحصلوا على العجينه تاع لي صابلي. هنا حبيباتي نجيبوا لا ليفير تاعنا، خميره كيميائيه، نديروا نص ملعقه صغيره، نص ملعقه صغيره تخميره كيميائيه. ما نكتروش بزاف باش ما يروحلناش لا فورم تاع كي نطبعوا لي كاطو تاعنا. ونخلطوا كل شيء. وهنا حبيباتي ما تحصلنا على العجينه تاعنا نخلوها ترتاح في الثلاجه مده ساعه وساعه ونص، ومن بعد نبداو نشكلوها. هنا حبيباتي نجيبوا العجينه تاعنا نغطوها هكا بالساشي، نبداو نورقوها. هنا كي تشوفوها راهي تتفتت لكم ما تخافوش، هذه الهبه صابلي تاعكم تجي شغل هشه. العجينه تاعكم غير بشويه هكذا تحلوها بالحلال فوق لي ساشي، ومن بعد تبداو تطبعوها. تجيبوا هكا طابه الدمعه تطبعوا فوق لي ساشي اذا حبيتوا وتجي شكل دمعه، ولا اللي ما يحبش هكذا بس هي شويه تجيكم عصير تقدروا ديروها فوق العجينه عادي كيما هكذا.
ضحكم شكل دمعة كيما هذا ولا شكل دمعة اللي درناه فوق الساشي هكذا. نديرو الحلوى تاعنا في سنيوه، تكونوا ديجا حميتوا الفرن تاعكم قبل. وهنا حباتي ندخلوا السنيوه تاعنا للفور، كون قلت لكم ديجا كون حامي، درجه الحراره 180 مده 20 دقيقه حتى يطيب، نخرجوه. هنا حباتي نروح نحضروا الكريمه تاعنا. نحتاج في هذه الكريمه 125 مارغرين دهان، معها شويه لافاني، كاس الا الربع سكر غلاسي. نجيبو هنايا شوكولا للطلي ماكسون، انا درت ملعقه كبيره تكون معمره شوكولا ماكسون، معاها ملعقتين كبار تاع كاكاو. نديرو لي زاغون تاع الشوكولا، ونخلطو كلشي بالباتور. هنا حباتي بالنسبه للكريمه تاعنا لازم نخلوها في الثلاجه تبرد مليح، باش عاد كينا نبداو نحشو بها الكاطو تاعنا. انا هنا عمرتها في لابوش باش تسهل عليا الخدمه وتجي خدمتكم نقيه وسهله. نديرو طبقه من الكريمه، ونغطو بحبه واحده اخرى. وهنا لازم نبلعو كامل هذوك الثقب باش نتحصلوا على لا فورم تاع الدمعه شابه، ما تكونش كاينه فراغات. نزيدو حبه واحده اخرى، نديرو هكذا طبقه من الكريمه، ونحطو عليها حبه واحده اخرى، ونضغطو شويه. هذه الكريمه اللي تخرج نحاولوا نغلقوا هذوك الفراغات اللي يبقاو. ونكملوا كامل بنفس الطريقه مع الحبيبات كامل تاعنا تاع الكاطو. وبعد ما نكملوا لازم نخلو الكاطو تاعنا في الثلاجه يشد روحه تبرد الكريمه واحد الساعه، باش عاد كينا نبداو نغطسوا الكاطو تاعنا في الشوكولا. وهنا حبيباتي نجيبوا الشوكولاته تكون دايبه، حبيتو بيضه ولا سوداء كما تحبوا. انا نحب هذه تاع الشوكولاته في كاو بالحليب، تعجبني الذوق تاعها بنينه بزاف، نحب ندير المكلاصي بها دائما الكاطو تاعي. والان حبيباتي انا زينتها كذلك بخطوط الشوكولاته. نتمنى تعجبكم الحلوى تاع اليوم اللي قدمتها لكم. اذا جربتوها وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله.